في ناس فاكرة إن المكملات الغذائية هي الحل السحري عشان يبني عضل أو ينزل وزن بسرعة. طب يا عم، هو الأكل أثر معاك في حاجة؟ الصراحة أنا كنت واحد من الناس دي، وما كنتش عارف إن الأساس دايما بيبقى للأكل والنوم والتمرين. دي حلقة جديدة من حجازي فت، يلا بينا. هتكلم دلوقتي معاك على شوية نقط أساسية تحطها في بالك لما تيجي تاخد قرار خاص بالمكملات، عشان تبقى عارف انت امتى وليه وازاي تستخدمها. اول حاجة لازم ابقى عارفها ان الاولوية دايما بتبقى للاكل الطبيعي، يعني بروتين وكرب ودهون صحية وفيتامينات ومعادن. لو جينا نمسك البروتين مصادره 2، بروتين نباتي وبروتين حيواني. البروتين النباتي زي البقوليات والحبوب. البروتين الحيواني مصادره الفراخ واللحمة والسمك ومنتجات الألبان. ولازم تعرف ان البروتين هو الطوب الأحمر بتاع العضل. تاني حاجة وهي الكربوهيدرات. الكربوهيدرات لازم أعرف إن أنا عندي كربوهيدرات بسيطة وكربوهيدرات معقدة. الكربوهيدرات البسيطة زي الموز والتفاح، ودي بتدخل جسمي بسرعة وبتخرج منه بسرعة. الكربوهيدرات المعقدة زي الرز البني والأبيض والشوفان، ودي بتدخل جسمي ببطء وبتطلع من جسمي ببطء، أقصد عملية الهضم، وهي مصدر للطاقة. لو جيت أتكلم عن الدهون الصحية، هي أشهر مصدر ليها زيت الزيتون والمكسرات، وهي برضو مصدر للطاقة. تحت خالص كده هتلاقي في حاجة اسمها فيتامينات ومعادن، ودي مصادرها الشهيرة هي الخضار والفاكهة. يعني لو كل الحاجات دي متظبطة، أنا مش محتاج مكملات غذائية. أشهر أنواع المكملات الغذائية البروتين البودر أو الواي بروتين، وده مناسب جدا للناس اللي صعب يغطوا احتياجهم من البروتين. يعني أنا كلت كل اللي أقدر عليه وبرضه ما قدرتش أحقق النسبة اللي أنا عاوزها من البروتين على مدار اليوم. يعني مثال بسيط، لو أنا شخص وزني 80 كيلو تقريبا، يعني محتاج من 150 ل 170 جرام بروتين. لو دخلت من الأكل 100، فأنا إذا فاضل لي 50. ال50 دول محتاج مكمل يكملهم لي. لو أنا بستعمل واي بروتين تقريبا هيبقوا 2 سكوب بروتين على مدار اليوم، وبكده أكون دخلت نسبة البروتين اللي أنا عاوزها. واحدة من أشهر المكملات الغذائية اللي اتعمل عليها أبحاث على مستوى العالم هو الكرياتين المونوهيدرات. الكرياتين المونوهيدرات ده بيستخدم عشان خاطر يزود وقوة التحمل أثناء التمرين، وعلى المدى الطويل بيساعد في زيادة الكتلة العضلية. إزاي؟ عشان هو بيحافظ على نسبة المية جوه العضلة. الأوميجا 3 هي مفيدة جدا لصحة القلب والمخ، وبتقلل من التهاب المفاصل، وبرضه مفيدة للذاكرة. المالتي فيتامينز هي مفيدة جدا للناس اللي عندها نقص في عناصر معينة، ودي بالتالي الناس اللي بتبقى أكلها مش متظبط. يعني انت لو أكلك متظبط، انت مش محتاج أي مكمل غذائي، لأن الأكل معوض لك كل حاجة انت عاوزها. ركز معايا في المكملات اللي جاية دي عشان هي مهمة جدا، وهي مكملات الأحماض الأمينية الأمينو أسيدز، واحنا بنسمع الكلمة دي كتير جدا. ايه هي الأحماض الأمينية باختصار؟ هي الوحدات البنائية للبروتين، يعني شوية طوب صغيرين بيتحطوا فوق بعض ويخرجوا لك في صورة بروتين. كلمك دلوقتي عن فايدتها وعن أنواعها. فايدتها أولا، هي مش مهمة لو انت بتاخد بروتين كفاية، بس أوقات بتقلل من الهدم العضلي. أنواعها في منها الأساسية والغير أساسية والشبه أساسية. الأساسية الجسم ما بيقدرش يعوضها، الغير أساسية الجسم بيقدر يعوضها، الشبه أساسية الجسم بيقدر يعوضها بس أوقات مش بتبقى كافية، زي أوقات المرض والتعب والضغط الشديد. أمثلة لمكملات الأحماض الأمينية هي البي سي دبل اي الشهيرة واي دبل اي واي دبل اي، كلهم بيستخدموا للتعافي والطاقة والبناء العضلي. الاي دبل اي والاي دبل اي هم الأفضل والأكمل لبناء العضلات عشان بيجي تحتهم 9 أحماض أمينية، أما البي سي دبل اي بيجي تحتها 3 أحماض أمينية فقط. لو انت بتاخد بروتين كفاية من الأكل، ما تشغلش بالك عشان البروتين بيعوضك عن كل ده. أخطاء شائعة جدا الناس بتقع فيها وهي بتستعمل المكملات الغذائية. أول حاجة الاعتماد عليها بشكل أساسي وتجاهل الأكل الطبيعي. تاني حاجة الاعتقاد ان البروتين والمكملات الغذائية دي هي اللي هتوصلني لهدفي وتجاهل التمرين، يعني هي اللي بتحرق الدهون وبتبني العضل. تالت حاجة الاعتماد على براندات غير موثوقة ومجهولة المصدر، ودي بالتالي بتضر الكبد والكلى.
رابع حاجة، استخدم اكتر من مكمل واخلطهم مع بعض بدون اشراف طبيب او متخصص. في نهاية الحلقة عاوز الخص لك الموضوع كله في 3 نقط واقول لك ان المكملات مش بديل عن الاكل الطبيعي. لو انت هتستعملها استعملها كآخر خطوة خالص بعد ما تظبط نومك واكلك وتمرينك، وبرضه تستعمل براندات موثوقة عشان ما تضرش نفسك حتى لو هتبقى اغلى شوية، واستشير مدرب او دكتور تغذية. حلقة النهاردة خلصت، استناني في الحلقة الجاية من سلسلة اكتر اسئلة بتتكرر من حجازي فت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.